أهلا وسهلا بيكم بفيلمنا الجديد. لكن قبل ما نبدأ ياريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ويلا علشان نبدأ. بيبدأ فيلمنا بمراهقة اسمها ريس في أوضة صغيرة مليانة تليفونات على الحيطان، وفجأة واحد من التليفونات اللي عليه ستيكر بيبدأ يرن. ريس بترد على المكالمة وبتسمع صوت آلي بيهنيها على حصولها على الرويال فلاش، وهي بتحاول تستوعب اللي بيحصل. باقي التليفونات برضو بتبدأ ترن وكلها بتقول نفس الحاجة، وفجأة المية بتبدأ تطلع من التليفونات وبتملى الأوضة. ساعتها ريس بتبص فوق وبتشوف حمام متعلق في السقف، وهنا بتعرف إنها لازم تسحب السيفون بتاع الحمام، فبتبدأ تتسلق الحيطة بمساعدة التليفونات، بس مش بتلاقي يد السيفون. فكرت إنها هتغرق لو ما عملتش حاجة، فبتهدي نفسها وبتفكر وبتقرأ الرقم اللي موجود على الستيكر. وفجأة بتجيلها فكرة، وبالوقت الضيق اللي عندها ريس بتغوص تحت وبتستخدم واحد من التليفونات علشان تتصل بالرقم، وخطتها بتنجح والتليفون بيكشف عن مخبأ سري في يد السيفون المفقودة. ريس بترجع بسرعة لفوق وبتثبت اليد في الحمام، وبتقدر إنها تسحب السيفون وتصفي المية من الأوضة وبتنقذ نفسها. لكن بعد شوية بنكتشف إن كل التجربة دي كانت لعبة افتراضية. ريس بتشيل سماعة اللعبة وبتلاقي إنها في مركز ألعاب إلكترونية حواليها لاعبين ومحترفين، وبعديها بترجع البيت وبتتعشى مع والدها الأعزب كريس. واضح إنهم قريبين جدا لأنها فقدت أمها وهي صغيرة. وفجأة نور الأوضة بيبدأ يترعش وبيحصل مس كهربائي، وبعدين بنشوف مشاهد مختلفة لأماكن بتاع الكهرباء في المدينة بتتعطل بنفس الطريقة، والسبب مش معروف. كل حاجة بتشتغل على الكهرباء بتتفجر. كريس ما بيهتمش وبيفترض إن المدينة بتمر بانقطاع كهرباء عادي، بس ريس مش قادرة تجيب شبكة وبتنفصل عن العالم الخارجي. للأسف بسبب الماس الكهربائي اللي شغال، كمان جهاز الكمبيوتر بتاع ريس بيتحرق، وبتقدر إنها تطفي النار بصعوبة لكن مش بتقدر تنقذ الكمبيوتر. وبعدين وهم قاعدين في الصالون، كريس بينور فانوس وبيقول لبنته إن انقطاع الكهرباء ده كان استراحة هي محتاجاها علشان تبعد عن جهاز الكمبيوتر بتاعها. وبيقعدوا الاتنين وبيتفرجوا على صور قديمة على الآيباد وبيفتكروا الأوقات لما أم ريس كانت عايشة، وبعديها بيناموا على الكنبة. في نص الليل ريس بتسمع صوت غريب جاي من المستودع وبتقرر إنها تستكشف، ومن غير ما تصحي أبوها بتتحرك براحة بالفانوس، وبعدين بتروح المستودع وهناك بتلاقي كتاب اسمه راديو فلاش، واللي هو مصطلح تاني للنبضة الكهرومغناطيسية أو ال EMP. وريس بتشوف إن المستودع ده كان بتاع جدها فرانك اللي ساب المدينة وعاش في الجبال من كذا سنة. وبعد شوية ريس بتكشف غطاء قماشة على الترابيزة وبتلاقي تحتيها جهاز راديو قديم مفكك، فبتجمع الأجزاء بمهارة وبتوصل للراديو بنجاح، وده على أمل إنها تاخد إجابات من فرانك. بتشغل الجهاز وبتنادي على جدها اللي بيرد بعد شوية. فرانك بيقول إنه قلقان من انقطاع الكهرباء وبيسميه نهاية العالم. بحسب كلامه تقريبا الجزء الغربي كله من الولايات المتحدة اتأثر بالانقطاع ده، وبيفترض انه ممكن يكون له علاقة بهجمات نبضة كهرومغناطيسية. فرانك بيسأل عن كريس وبيعرف انه نايم، وبيقول لريس انها تصحيه علشان يكلموه الصبح بدري لان الوقت ضيق، وهو عايزهم يسيبوا بيتهم فورا ويروحوا له الجبال علشان عنده مؤن كتيرة مخزنة. وقبل ما المكالمة تنتهي فرانك بيوجه ريس لخريطة وراديو محمول هيساعدهم في رحلتهم. الراديو هيشتغل لما يكونوا على بعد 5 أميال من فرانك، وكل ده بيوضح لنا إنه كان محضر نفسه للحدث ده من زمان. فريس بتوافق، وتاني يوم الصبح بتقول لأبوها على الموقف. في الأول كريس بيرفض إنه يروح لمكان فرانك وبيقول إنه مجنون، لكن لما بنته بتصر عليه بيقرر إنه على الأقل يكلم الرجل العجوز. وبعديها الاتنين بيروحوا للمستودع وريس بتبدأ بالإرسال. وبعد ما ريس بتسيبهم كريس وفرانك بيبدأوا كلامهم. في الأول الرجل العجوز بيشرح الحقيقة ورا انقطاع الكهرباء، وبيكشف إن كل اللي حصل ده بسبب نبضة كهرومغناطيسية، وده هيعمل فوضى وخراب في كل جزء من الولايات. وبيقوله إن الموارد والأدوات هتبدأ تقل بعد 3 أيام بس، فعاشهم في الجبال معاه هو الحل الآمن الوحيد. ولما كريس سمع كل ده أخيرا اقتنع وقرر إنه يمشي فورا. وبعد شوية هو وريس بيبدأوا يحزموا حاجاتهم في الوقت اللي الحالة بره بتسوء أكتر. الشرطة والمدنيين بقى في صدام ما بينهم بسبب انقطاع الكهرباء الطويل، مفيش حد عارف ايه اللي بيحصل وامتى هيخلص. وفي الوقت ده كريس وريس بيركبوا عربيتهم وبيبدأوا رحلتهم، وفي الطريق بيوقفوا عند السوبر ماركت الوحيد اللي مفتوح في المنطقة علشان يشتروا بعض الموارد. لكن لما شاف العنف الشديد بين الناس على حاجات عادية زي المية والأكل انسحبوا بسرعة. وهم سايبين المكان بنشوف ان آلاف الناس برضو بيحاولوا انهم يخرجوا من المدينة. وفي المشهد اللي بعده الاب والبنت بيضطروا انهم يقفوا على كوبري بسبب حادثة قافلة الطريق السريع، وفي هناك ست باين انها فقدت حياتها وريس بتشوف المنظر ده. وبعد شوية ساعات
التوتر على الكوبري بيوصل لذروته، وواحد راكب عربية بيدخل بعربيته في عربية تانية، واللي حصل ده بيفتح الطريق. فريس وكريس بسرعة بيروحوا لعربيتهم وبيكملوا رحلتهم. وفي الليل ريس بتصحى وبتلاقي انهم فوتوا التقاطع وبقوا ماشيين في الطريق الغلط، وده شتت انتباه كريس، وبسبب التشتيت ده شال عينه لمدة لحظة عن الطريق. اللحظة دي كلفته كتير لأنه فقد التحكم في العربية وراح داخل بيها على الغابة جنب الطريق. الصبح ريس بتصحى على صوت أبوها واللي كان مرتاح إنها من غير إصابات، لكن بيبان إن كريس خبط دماغه ونازف شوية. وبعديها بيقرروا إنهم يتبعوا نهر قريب علشان يوصلوا لمكان فرانك. وفي الوقت ده فرانك بيكون قلقان على الاتنين لأنهم كان المفروض إنهم يوصلوا من الصبح بدري. وبنشوف كريس وهو عنده صعوبة في المشي، فريس اقترحت انهم يرتاحوا شوية، فبيوقفوا عند شلال قريب وبيعبوا مية. وهناك ريس بتكتشف ان والدها عنده كدمة شديدة في ظهره وجرح عميق جدا في دراعه، فبتبدأ انها تعالج جروحه رغم ان كريس بيقول انه هيبقى كويس. وبعد شوية بيكملوا رحلتهم، لكن كريس بيبقى أضعف كل دقيقة وفي النهاية بيقع. وقبل ما يفقد وعيه بيوصي بنته إنها تطلب المساعدة. ومن غير ما تضيع وقت ريس بتجري في الغابة وبتلاقي مزرعة وفلاح اسمه جلين، ولما شاف البنت مضطربة على طول اتحرك وجاب كريس للبيت بالعربية. ولكن للأسف رغم كل المحاولات الطبية كريس ما بيفقش، وفي الآخر بيبطل إنه يتنفس. ريس بتبقى مدمرة ومحطمة لأن والدها مات، وفي نفس الليلة هي وجلين بيدفنوه في الحقل. وتاني يوم جلين بيقرر انه يساعد ريس لحد ما توصل لمكان جدها، وبيبدأوا رحلتهم بتريلر بتاعه. وفي الوقت ده فرانك بيكون تعب من الانتظار، فبيقرر انه يطلع ويدور على كريس وريس بنفسه. وبعد ساعات لقى مكان حادثة العربية بتاعتهم وقطعة قماش مدممة على الأرض جنب العربية، فبيتبع الطريق وبيلاقي المزرعة اللي كانت فيها ريس قبل كده. فدخل علشان يشوف لو في حد في البيت، لكن فجأة شاف دم على الكنبة، فبيدخل يفتش المكان. وبعد لما ملقاش حاجة بص كويس على صورة جلين وطلع بره. وبعديها بيلاحظ جاروف مستخدم حديثا، وبيلاحظ هدوم كريس ومكان دفنه. فرانك دلوقتي عارف ان كريس مات، لكن مفيش وقت للحزن لأن ريس حفيدته لسه مفقودة. وفي مكان تاني في الطريق جلين لاحظ راجل على جنب الطريق بيطلب مساعدة، والاحتياطات الأمان قال لريس إنها تدخل ورا العربية بسرعة علشان خايف إن الراجل يكون بيخطط لحاجة مش تمام. وبالفعل الراجل بيسحب مسدسه وبيقتل جلين وبيركب العربية وبيسوق لبعيد، وريس مرعوبة جوه. وبعد شوية بيقف عند ورشة تصليح وبيسحب جاز من عربية شحنة، وفجأة الراجل اتصاب من صياد، وريس استغلت الفرصة وهربت. لكن الصياد بيقبض عليها وبيحط كيس على دماغها، ولما بتفتح عينيها بتلاقي قدامها ست كبيرة وغريبة وبتقول إن ريس دخلت على ممتلكاتها فهتدفع تمن ده. وفي الوقت ده فرانك لقى جثة جلين وعرف إنه الراجل اللي في الصورة، وده بيخلي فرانك يقلق أكتر على ريس، فاستمر في البحث عن إجابات. وأثناء ما هما بيتعشوا الست الكبيرة بتقدم ريس لعيلتها، ابنها واللي هو بيلي الصياد اللي شفناه من شوية، وكوين حفيدها الخجول والمضطرب. وبنشوف ان بيلي دايما بيضرب ويهين ابنه من غير سبب. وبعد التعارف ريس شرحت ازاي وصلت للمكان ده، وأكدت إنها مش هتقدر تفضل أكتر ولازم توصل لمكان جدها في أسرع وقت. لكن الست الكبيرة ما حستش بأي تعاطف ومرضتش تسيبها تمشي، وعلى العكس أجبرتها إنها تقضي الليلة في العلية، مفيش خيار تاني قدامها. وريس راحت للعلية بس ما كانتش عندها نية تقضي الليلة هناك، علشان كده حاولت إنها تهرب واتسللت لباب البيت الرئيسي وهم كلهم نايمين، وفتحت القفل بس الست الكبيرة سمعتها وبعتت بيلي وراها فورا. وحصلت مطاردة شديدة، وفي النهاية المراهقة اتقبض عليها وترجعت البيت بواسطة الصياد المهدد. ولما ريس صحيت لقت نفسها مربوطة جوه كيس معلق على شجرة، وفجأة دب كبير بيقرب منها وبيحاول انه يفتح الكيس وبتكون هتموت، لكن بيلي بيوصل باللحظة المناسبة وبيضرب الدب بالنار، وبيطلع ان ريس كانت مجرد طعم لجذب الوحش الكبير. وبعد المواجهة القريبة دي أخدوها المخزن صغير وبيلي سابها هناك لمدة أسبوع. لكن في يوم من الأيام بيطلعها بره، والست الكبيرة حاولت تقنعها إنها تتجوز واحد من ولادها، بس ريس ردت وقالت إنها تفضل تبقى في المخزن بدل ما تكون مع المجانين دول. فالست الكبيرة بتتعصب وبتؤمر إنها ترجع للمخزن، والمرة دي إيديها ورجليها بيكونوا مربوطين، لكنها بتقدر إنها تقطع الحبل اللي على إيديها وبتفك نفسها تماما. لكن على الرغم من ده ما بتقدرش إنها تلاقي خطة للهروب. وفجأة بتلاحظ كوين بيبص عليها وفكرت في خطة. ريس عارفة انه بيتعاطف معاها فقررت تستغل ضعفه ده وبدأت تطلب منه انه يساعدها، فكوين بيوافق
علشان هو زهق من سوء المعاملة المستمرة من جدته وابوه وطلعها من المخزن، وعلى طول هربوا مع بعض طول الليل. والصبح بيلي بيكتشف انهم هربوا وبيبدأ يدور عليهم فورا، وبيتبع آثار أقدامهم والفروع المكسورة، وكل شوية كان بيقرب منهم. وكوين وريس قربوا من بعض وأكلوا توت بعد ما بقوا بعاد، وبعد شوية بيوصلوا الحافة، وكوين كان هيموت ولكن ريس أنقذته. وبعد كده بيطلعوا على جذع شجرة وكأنه جسر، وبدأوا يمشوا عليه ببطء. وفجأة بيلي بيشوفهم من بعيد وبيضرب عليهم طلقة، بس لحسن الحظ ما بتجيش فيهم، فبيترعبوا وبيبدأوا يجروا وبيوصلوا البحيرة، وبيغطسوا نفسهم في المية علشان يستخبوا، علشان عارفين انهم مش هيقدروا يهربوا من الصياد. وبعد ما الصياد بيعديهم، ريس وكوين بيخرجوا من البحيرة وبيهربوا في الاتجاه المعاكس، لكن بيلي صياد محترف بيلاحظهم من ورا وبيرجع يتبعهم تاني. وبعد ما بيلحقهم، كوين بيقرر انه يواجهه، ولكن ريس استخبت ورا صخرة. واثناء المعركة بندقية بيلي بتوقع قدام ريس، لكنها بتتردد في استخدامها. لكن لما شافت ان كوين هيتقتل بتكتسب الشجاعة وبتمسك البندقية، بتوجهها نحو بيلي وبتضربه طلقة قاتلة. لكن المفاجأة ان اللي ضرب الطلقة دي كان جدها فرانك، اللي وصل للمكان بعد ما سمع صوت الطلقات. فريس بتجري على جدها وبتحضنه بقوة وهي بتعيط. وبعديها بننتقل للمستقبل، وكوين وريس عايشين مع فرانك وبيعملوا أنشطة كعائلة، والعالم لسه بيعاني من آثار ال EMP، لكن هنا في الجبال كل اللي محتاجينه موجود منه كتير. وبعديها كوين بيفتح اللابتوب بتاع ريس وبيلاحظ رسائل من أصحابها وبيقولوا لها إن مشكلة انقطاع الكهرباء أخيرا بتقرب من نهايتها. وفي كده بينتهي الفيلم. أتمنى يكون عجبكم، أتمنى تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة، بحبكم قوي. باي باي.